السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى طبعا جاي لكم بقى كده في أكلة تستاهل بقكم. أكلة كلنا بنحبها بصراحة. أنا عن نفسي بعشق الأكلة دي، يعني ممكن أكلها كل يوم ما بزهقش منها بصراحة. فأنا حبيت أشارك معاكم اليوم بتاعنا النهاردة أكلة جميلة كده ولذيذة، محتاجة بقى الأجواء الشتوية والكلام ده، والبصل بقى والسلطة والحاجات الخضرة الجميلة المفيدة دي. احنا طبعا النهاردة بقى هنعمل مع بعض الأكلة الجميلة دي. طبعا هي مش محتاجة عمايل، يعني احنا بس هنجهزها مع بعض، ويلا بينا كده ايه نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا النهاردة بقى طبعا هنشارك مع بعض أكلة رنجة وأكلة سردين كده جميلة جدا، ما شاء الله حلوة قوي. طبعا احنا بقالنا فترة كده ما كناش الأكلة الجميلة اللذيذة دي. فقلت النهاردة بقى أشارك معاكم اليوم بتاعنا النهاردة. ونبدأ بقى نفتح الصندوق بتاع الرنجة كده، الرنجة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. رنجة بقى مبطرخة كده، فيها بطروخ عظمة بصراحة يعني. فالنهاردة بقى هنبدأ أنا أظبط بقى مع بعض الأكلة اللذيذة اللي احنا كلنا بنحبها. طبعا أنا معايا الرنجة دي زي ما انتوا شايفين. طبعا أنا هاخد بس الكمية اللي أنا محتاجاها منها، مش هكتر يعني، احنا على قد الأكل. طبعا هاخدها بقى، ابدا ان انا اظبطها بقى الاول. طبعا انتوا عارفين الرنجة احنا بنشويها بس كده على النار، من غير ما نعمل فيها اي حاجة. هي طبعا ليها كذا طريقة. ممكن نعمل سلطة رنجة، ممكن نعمل كذا طريقة للرنجة. بس احنا النهاردة هنعملها مع بعض على النار، من غير ما نفتحها ومن غير ما نيجي يمتها خالص. هنبدأ مع بعض بقى نجهز كده الوليمة بتاعتنا، بس الأول هنشوف برضو السردين بتاعنا. السردين بتاعنا النهاردة برضو دلع، ما فيهوش اي املاح خالص، يعني الملح بتاعه خفيف جدا، لانه لسه طبعا جديد. لما بيكون السردين جديد ما بيبقاش متحدق قوي، يعني ما بيبقاش مملح قوي. هو الملح بتاعه خفيف لسه. فانتوا طبعا شايفين الشكل الجميل للسردين ده، حاجة كده تفتح النفس. معايا بقى السردين اللذيذ اهو، زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا بقى انا طلعت السردين، وهاخد بقى اطلع برضو من الرنجة. طبعا هطلع برضو الكمية اللي انا محتاجاها. طبعا بقى الرنجة زي ما انتوا عارفين كده، يعني ما شاء الله. ده النوع ده، النوع النظيف ده جدا من الرنجة. في طبعا انواع اقل من كده في الحجم، وبتبقى برضو ما فيهاش لحم كتير. بس احنا دايما بنحب نجيب النوع ده، بيبقى كله لحم كده، وتحس ان هو اللحم بتاعه زي الزبدة بالظبط. والسردين برضو نفس الشيء. بنحب احنا الحجم برضو اللي هو ده. بيبقى دلع، ما بيبقاش فيه ملح كتير. طبعا احنا بنحب الحاجات دي على اساس ان هي بتبقى ملحها خفيف، ما بتبقاش برضو ايه تضرنا وكده. فطبعا انا طلعت بقى زي ما انتوا شايفين رنجتين، واتنين سردين، يعني واحدتين سردين برضو واحدتين رنج. هنبدأ بقى ان احنا نجهزهم مع بعض. الرنجة الاول طبعا احنا هنحطها، هنجيب الطاسة بتاعتنا، ده الجريل. احنا جبنا الجريل بتاعنا وهننزل بالرنجة على طول فيه. طبعا هو على نار متوسطة يعتبر، يعني مش هنعلي النار قوي، بحيث ان هي بقى ايه واحدة واحدة كده بقى تحس ان جسمها خلاص النار بقى عليه كده ايه، فبتفتح كلها مع بعضها. ما شاء الله، يعني شكلها اصلا يعني مغري، وشكلها يفتح النفس. هبدأ بقى اقلب الرنجة كده على الناحية التانية. هقلبها بقى مرة كده ومرة كده لحد خلاص ما احس ان هي خلاص فتحت كلها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، يعني شكلها بصراحة يفتح النفس قوي قوي.
طبعا انتوا عارفين بقى من احسن الاكلات الشتويه دي يعني ان احنا بنحب مثلا ناكل السردين والرنجه، البصل الاخضر، الخس، بقى الحاجات الجميله دي اللي تفتح النفس بصراحه. طبعا بقى انا شلت الرنجه بتاعتنا وهبدا بقى انزل بالسردين. السردين طبعا لسه طازه، يعني يعتبر لسه ايه، مش مستوي قوي، حتى قلبه لسه يعتبر، انتوا شايفين القلب بتاعه هو لسه يعتبر بدمه يعني. فاحنا بقى هنشوحه في الزيت شويه كده، واحطه على جميع الجوانب بتاعته، وهخليه على الهادي خالص، بحيث ان انا هحس بقى خلاص ان هو يعني كده ايه، استوى بقى تمام، ما فيهوش اي حاجه. زي ما انتم شايفين بقى هبدأ مع واحده واحده كده، اقلبه مره كده ومره كده لحد ما احس ان هو خلاص تمام قوي كده، ان هو اتحمر من جميع الجهات. يعني هو السردين ما شاء الله كان طعمه جميل جدا، وحجمه برضو عشان كبير، فتحس انه فيه فصوص كتيره وفيه لحم كتير. وشكله بقى زي ما انتم شايفين بقى الرنجة والسردين، يعني مش عايزة اقول لكم يعني على المنظر وعلى الجمال يعني. طبعا انا طلعتهم بقى كل حاجة في طبق كده لوحده، عشان احنا عندنا فريق ما بيحبش السردين، وفريق يعني ايه ما بياكلش، هو بياكل رنجة برضه، يعني في فريق بياكل رنجة وسردين، وفي فريق بياكل رنجة بس ما بيحبش السردين. فاحنا طبعا بقى هنظبط الاكلة الجميلة دي بقى، نحط سلطاتنا بقى والخضار والخس والبصل والكلام ده. واهم حاجة طبعا في الاكلة دي الليمون، يعني الاكلة بتاعتنا يعني اهم حاجة فيها الليمون، نكتر الليمون على قد ما نقدر. وده طبعا شكل الطبق بتاعنا النهائي. طبعا مش عايزه اقول لكم يعني حاجه كده وهميه بصراحه في الاكل. فما شاء الله يعني الواحد يعني ايه كل اكل بقى ما شاء الله يعني. فعايزه اقول لكم بس اتفضلوا معانا بالهنا والشفا ليكم. واهم حاجه بقى ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. قناه يوميات الناس البسيطه ان شاء الله تعجبكم دايما، وربنا يخليكم لينا احلى عيله واحلى ناس. واتفضلوا معانا الرنجة اللذيذة الحلوة. واسيبكم بقى مع الرنجة كده والسردين شوية، واشوفكم على خير ومع السلامة.